كان في صحابي اسمه جليبيب. جليبيب هذا لم يكن ذا وجه جميل، فأراد أن يزوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لرجل في المجلس: إني أريد أن أتزوج ابنتك. الرجل طبعا فوجئ، النبي شخصيا أتجوز بنتي؟ ده حاجة عظيمة جدا. فقال له: نعم، كرامة ونعم عين. واحنا ديك الساعة لما نناسب النبي شخصيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أريدها لنفسي، إني أريدها لجليبيب. فالرجل قال له: جليبيب؟ قال له: إيه؟ طب حتى أشاور أمها. خلاص، لأن جليبيب معروف، كلهم عارفين جليبيب، يعني مش جميل الوجه ولا الكلام ده. فراح ليه؟ لامرأته وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: كرامة ونعم عين. قال: إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب: إني إخيه يعني، وكررتها مرتين ثلاثة. لقد جاءها من هو أفضل من جليبيب ورفضنا أن نزوجه. البنت سمعت الحوار الذي بين أبيها وأمها، قالت: أتردون على النبي أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. وتزوجت جليبيبا. مفيش أيام وبعدين داعي الجهاد نادى، خرج جليبيب في الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا. دوروا عليه لقوه. قال لهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، فلان. دوروا عليه جابوه. هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، لا أراه في الأحياء، أين هو؟ فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا وبجانبه 7 قتله. يا له من مسلم صدق الإله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على جثته وهو مقتول. قال: قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هو صاحب للمصطفى، قلب النبي قد اصطفى. ولم يكن له سرير إلا يدي النبي. السرير والنعش يعني. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شاله على ايديه الاثنين، وهو الذي تولى دفنه. يا له من عبد، يا له من مسلم صدق الإله، من روحه ودمائه صنع الحياة. عبد فقير قلبه كنز المغانم في غنى. هو صاحب للمصطفى، قلب النبي قد اصطفى، قلب النبي قد اصطفى.